السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الأول نماذج للحضارات القديمة بالشرق الأدنى. وفي الدرس ده يا جماعة هنتكلم عن حضارات بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا. نشوف هو عايز يعرفنا إيه يا جماعة في الدرس وإيه المعلومات اللي موجودة. أول حاجة هنا بيقول لنا موقع بعض الحضارات التي نشأت في آسيا وعوامل قيامها. وهنا في الخريطة موضح لنا ايه بقى. هنا في الخريطة اول حضارة اهي كاتبها حضارة الصين، وموضحها انها حوالين نهر ينجتسي. بعد كده الحضارة الهندية عند نهر السند. بعد كده حضارة اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية. بعد كده الحضارة الإسلامية وسط شبه الجزيرة العربية. بعد كده حضارة فينيقيا شرق البحر المتوسط. بعد كده هنلاقي حضارة بلاد العراق القديم عند نهر دجلة والفرات. ندخل بقى يا جماعة الجزء اللي عليه الدور، وهنا بيتكلم عن عوامل قيام الحضارات القديمة في قارة آسيا. وأول ما أسمع عوامل قيام الحضارات القديمة في قارة آسيا على طول يجي على بالي وفرة المياه العذبة، بس قال لك لا، والتربة الخصبة. وأول ما أسمع مية عذبة تربة خصبة على طول يجي على بالي قيام الزراعة وإيه كمان وازدهارها، يعني تقدمها. طب ده أول عامل. العامل التاني قال لك التضاريس المتنوعة. طب هي التضاريس المتنوعة بتساعد على قيام الحضارات؟ طبعا. ليه؟ لأنها بتحمي هذه الحضارات من الغزو الخارجي، يعني الاحتلال. ايه كمان؟ قال لك التضاريس المتنوعة دي بتساعد على توفير الموارد الطبيعية اللازمة لبناء هذه الحضارة. طب رقم ثلاثة قال لك اعتدال المناخ. طب هو المناخ بيساعد على قيام الحضارة؟ طبعا، لأنه بيساعد على استقرار السكان واستغلالهم للموارد المتاحة اللي جبناها منين؟ من التضاريس اللي هي يا جماعة المتنوعة. كمان مرة نقول عوامل قيام الحضارة القديمة في قارة آسيا. قلنا أول حاجة يا جماعة وفرة المياه العذبة، وإيه كمان والتربة الخصبة اللي ساعدوا على قيام الزراعة وازدهارها. إيه كمان؟ قال لك التضاريس المتنوعة. مالها؟ قال لك حمت هذه الحضارات من الغزو الخارجي. إيه كمان؟ قال لك وفرة الموارد الطبيعية اللازمة لبناء هذه الحضارة. ايه كمان؟ قال لك اعتدال المناخ. عمل ساعد على استقرار السكان واستغلالهم للموارد المتاحة. وتعالوا يا جماعة نشوف النهاردة بقى اولا حضارة مين. قال لك حضارات بلاد العراق القديم. حاجة يا جماعة لازم نعرفها في حضارة بلاد العراق القديم انها احدى اقدم الحضارات التي ظهرت في قارة اسيا. ايه كمان؟ تعرف باسم حضارة بلاد الرافدين. اشمعنى الرافدين؟ عشان نهر دجلة والفرات. طب السكان استفادوا من نهر دجلة والفرات؟ طبعا استفادوا منه في واحد الزراعة. ايه كمان؟ التجارة. ايه كمان؟ نقل البضائع بين المدن. لا ناخدها كده تاني بالراحة. احنا قلنا حضارة بلاد العراق مالها؟ قلنا رقم واحد، قلنا حضارة بلاد العراق القديم هي إحدى أقدم الحضارات التي ظهرت في قارة مين؟ آسيا. إيه كمان؟ سميت بحضارة بلاد الرافدين. اشمعنى؟ قال لك لأنها حضارات نشأت فين؟ في السهول الفيضية الواقعة بين مين بقى؟ نهر دجلة وإيه كمان؟ والفرات. طب السكان استفادوا ازاي من بلاد الرافدين؟ ازاي استفادوا من نهر دجلة والفرات؟ هنقول له استفاد في الزراعة. ايه كمان؟ التجارة. ايه كمان؟ نقل البضائع بين مدن بلاد الرافدين والمناطق المجاورة حتى وصلوا الى شمال مين يا جماعة؟ شمال سوريا. طيب تعال نشوف كده اهم الحضارات عندنا هنا. الحضارة السومرية، الحضارة الأكادية، الحضارة البابلية الأولى، الحضارة الأشورية. نبص كده على الخريطة هنلاقي ان الحضارة السومرية اهي في مدينة سومر في الجنوب، الحضارة البابلية اللي هي مدينة بابل في الوسط، الحضارة الآشورية اللي هي أشور في الشمال. طيب تعال نشوف بقى قصة كل حضارة منهم. وأول حاجة عندنا طبعا هي الحضارة السومرية. نركز كده في الحضارة السومرية يا جماعة. هم أوائل الشعوب التي سكنت جنوب بلاد العراق القديم على ضفاف نهر مين؟ الفرات. يبقى أول ناس سكنت بلاد العراق القديم هم السومريون. طب سكنوا فين؟ قلنا جنوب بلاد العراق القديم على ضفاف نهر مين؟ نهر الفرات. طيب السومريين عملوا ايه؟ عرفوا يأسسوا دولة؟ قال لك أسسهم عدة مدن.
ولكن مش أي مدن، ده كل مدينة كانت بمثابة دويلة. يعني إيه دويلة؟ يعني دولة صغيرة مستقلة. يعني إيه مستقلة؟ يعني لها حاكم وليها معبود وليها جيش يدافع عنها. كمان مرة الكلام ده يا جماعة. الحضارة مين يا جماعة؟ السومرية. قلنا الحضارة الإيه؟ السومرية. أهو كده احنا ايه كبرنا الكلام. الحضارة السومرية قال لك نشأتها يعد السومريون من أوائل الشعوب التي سكنت جنوب بلاد العراق القديم. فين؟ قال لك على ضفاف نهر الفرات. طب السومريين عملوا ايه؟ بنوا عدة مدن. المدن دي كانت بمثابة دويلة، يعني دولة صغيرة مستقلة. ليه مستقلة؟ عشان كان لها حاكم ومعبود وقوانينها الخاصة. أشهرها مين؟ قال لك الملك أورينمو. الملك مين؟ أورينمو. عاصمتها مدينة أور. طب نخش على الحضارة اللي عليها الضوء، وهي الحضارة الآكادية. نشأتها قال لك الأكاديون استقروا فين؟ وسط بلاد العراق القديم. ركزوا، الأكاديون فين؟ وسط بلاد العراق القديم. إنما احنا قلنا هنا السومريين سكنوا فين؟ قال لك جنوب بلاد العراق القديم. يبقى السومريين في الجنوب، أما الأكاديين كانوا فين؟ في الوسط. بعد هجرتهم منين بقى؟ من شبه الجزيرة العربية. يبقى الأكاديين أصلهم من شبه الجزيرة العربية. أشهر ملوكها هو الملك سرجون الأول. الملك مين يا جماعة؟ سرجون الأول. طيب عمل إيه سرجون الأول ده؟ قال لك الأكاديين عموما قدروا يسيطروا على المدن السومرية المتنازع. يعني ايه متنازع؟ يعني كانوا بيتخانقوا مع بعض، وقدر انه يوحدهم لأول مرة، ولذلك أسس أول مملكة موحدة في بلاد العراق القديم. يبقى أول مملكة موحدة في بلاد العراق القديم كانت في عهد مين؟ الأكاديون. يبقى الحضارة إيه يا جماعة؟ الأكادية. وبنوا عاصمة جديدة سموها مدينة أكاد. طب فين صورة الملك سرجون؟ أهو يا جماعة، دي صورة الملك سرجون الأول، وفوقها هنا الملك أورينمو. طب تعالوا نشوف يا جماعة الحضارة اللي بعدها. هنا بقى الحضارة الإيه؟ قال لك الحضارة البابلية الأولى. نشأتهم فين؟ قال لك وسط بلاد العراق القديم. يعني زي مين؟ زي الأكاديين. طيب من أشهر ملوكها هو الملك مين؟ حمورابي. وكان من أهم أعماله أنه أنشأ إمبراطورية واسعة، وضع مجموعة من القوانين عرفت باسم تشريعات حمورابي أو قوانين حمورابي، وبنى مدينة بابل. كمان مرة يبقى الحضارة البابلية فين؟ قال لك وسط بلاد العراق القديم. أشهر ملوكها الملك حمورابي. عمل إيه؟ عمل إمبراطورية واسعة. إيه كمان أهم ما يميز الملك ده؟ إنه عمل قوانين عرفت باسم قوانين حمورابي، وبنى عاصمة جديدة هي مدينة بابل. الحضارة اللي بعدها هي الحضارة الآشورية. نشأت فين؟ قال لك استقر الآشوريين في شمال بلاد العراق القديم. أمال مين اللي كان في الجنوب؟ السومريين. مين اللي كان في الوسط؟ الأكاديين والبابليين. من أشهر ملوك الحضارة الآشورية يا جماعة الملك سرجون الثاني، والذي اشتهر بإنجازاته الحربية. واتبع الآشوريين سياسة العنف ضد الشعوب التي احتلوها، مما أدى لإيه بقى؟ ناس بتستخدم العنف والقوة ضد الشعب اللي هو احتله، هيؤدي ذلك لإيه؟ قيام ثورة على طول، أو حدوث ثورات متكررة، مما إيه بقى أدى إلى إيه؟ ضعف الدولة الآشورية. طيب الحضارة الآشورية بنت عاصمة جديدة سماها مدينة أشور. يا جماعة الجزء اللي عليه الدور، وهنا بيتكلم عن ملامح ايه بقى؟ قال لك ملامح حضارات بلاد العراق القديم. واول حاجه عندنا هي الحياه الايه بقى؟ السياسيه. الحياه ايه يا جماعه؟ السياسيه. بعد كده الحياه الدينيه، بعد كده الحياه الاجتماعيه، بعد كده الحياه الاقتصاديه. ونشوف اول حاجه الحياه السياسيه. كان نظام الحكم عندهم ايه؟ قال لك ملكي وراثي. يبقى نظام حكم ماله؟ ملكي وراثي. عرفوا ايه كمان؟ دولة المدينة. ليه؟ لأن كل مدينة كانت مستقلة عن المدينة الأخرى، لها حاكم، لها معبود، لها جيش، لها قوانينها الخاصة بيه. أو كانت لكل مدينة إيه؟ مستقلة. كل مدينة إيه يا جماعة؟ مستقلة. وكان لكل مدينة حاكم يجمع بين السلطتين إيه؟ السياسية وإيه كمان؟ والدينية. وأصبح للعراق القديم حكومة مركزية. إمتى الكلام ده حصل؟ قال لك بعد توحيدها على يد الأكاديين.
اول وحده للعراق كانت على يد مين؟ الاكاديين. طب تعال نشوف الحياه الدينيه. قال لك آمن سكان بلاد العراق القديم بفكرة تعدد الآلهة، تعدد المعبودات يعني. ليه؟ قدسوا قوى الطبيعة زي الشمس. طيب ايه كمان؟ اعتقدوا في البعث والخلود زي المصريين القدماء، لدرجة ان هم وضعوا الطعام والشراب في قبور موتاهم. ومن اشهر المعبودات عندهم هو الاله عشتار. طب تعالوا نشوف كده الاله عشتار شكلها عامل ازاي اهو. ادي يا جماعة المعبودة عشتار. طيب كده الحياة الايه؟ الدينية. نعيدها كمان مرة يا جماعة. الحياة الدينية هنقول يا جماعة العراق سكنوا ايه؟ امنوا بايه؟ او امن سكان بلاد العراق القديم بفكرة واحد تعدد الآلهة اللي هي المعبودات. قدسوا ايه؟ قوى الطبيعة. اعتقدوا في ايه كمان؟ في البعث والخلود. ايه كمان؟ وضعوا الطعام والشراب في قبور موتاهم. اشهر الآلهة عندهم عشتار. طب تعالوا نشوف الحياة الاجتماعية. طبعا اي حياة اجتماعية في اي دولة في الدنيا واي حضارة النواة بتاعتها هي الأسرة. يبقى كانت الأسرة نواة النظام الاجتماعي في بلاد العراق القديم. وانقسم المجتمع في بلاد العراق القديم إلى عدة طبقات، على رأسها طبعا مين يا جماعة؟ طبقة الحاكم. الطبقة الإيه؟ العليا، اللي هي بتتمثل في مين؟ أهو، في الملك ورجال الحكم. ومين كمان يا جماعة؟ والكهنة. يبقى تاني أول طبقة هي الطبقة إيه يا جماعة؟ العليا، مكونة من مين؟ قال لك الملك، رجال الحكم، ومين كمان؟ والكهنة. طب جميل الكلام ده. تعالوا نشوف يا جماعة ايه اللي حصل كمان في الحياة الاجتماعية. قال لك تمتع الكاتب بمكانة اجتماعية مرموقة، يعني عالية، يعني عظيم. مع نمو المجتمع ظهرت الحاجة إلى قوانين. مين بقى؟ قال لك قوانين لتنظيم العلاقات والتعاملات بين الايه؟ بين الناس لما يحصل بينهم خلافات لازم أن يبقى في قوانين تنظم ايه يا جماعة؟ قال لك تنظم العلاقات والتعاملات بين مين؟ الناس. هيرجعوا بقى هنا لمين بقى؟ لقوانين الملك أورينمو. بدأت هنا قوانين الملك مين؟ أورينمو. ثم قوانين طبعا مين ظهرت بعد كده؟ أو بعد ذلك عدة قوانين منها تشريعات الملك مين بقى؟ حمو رابي. الملك مين يا جماعة؟ حمو رابي. وهنا هيعملنا مقارنة بين القوانين الاتنين أهو، بين قوانين الملك أورينمو والملك إيه يا جماعة؟ حمو رابي. طب تعال نشوف كده أول قوانين الملك أورينمو. قال لك إيه؟ تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الضعفاء، تنظيم المعاملات التجارية. طب الملك حمورابي قال لك وضع تشريعات نظمت مختلف جوانب الحياة كما كفلت حقوق الايه؟ المرأة. لا كمان مرة نعيد تاني كده يا جماعة. القوانين بتاع الملك أورينمو قال ايه؟ أصدر أول قانون مدون. يعني ايه مدون؟ يعني مكتوب في العصر السومري. خلاص. والذي اهتم بيه بقى تحقيق العدالة الاجتماعية. يبقى عايز يحقق العدالة الاجتماعية. ادي واحد. اتنين حماية الضعفاء، يحمي الضعيف. تلاتة تنظيم المعاملات التجارية. طيب الملك حمورابي بقى قال لك وضع تشريعات نظمت مختلف جوانب الحياة كما كفلت حقوق ايه يا جماعة؟ المرأة. هنا ما ممكن يجي يسألك سؤال يقول لك ايه؟ مين الملك او اول ملك اهتم بحقوق المرأة؟ هنقول له الملك مين؟ حمورابي. طيب اول ملك اهتم بتنظيم المعاملات التجاريه؟ اورينمو. اول ملك اهتم بحمايه الضعفاء؟ اورينمو. اول ملك حاول يحقق العداله الاجتماعيه برضو الملك اورينمو. خش على الجزء اللي عليه الدور. وهنا يا جماعه بيتكلم عن الحياه الايه؟ الاقتصاديه. اول ما اسمع على طول الحياه الاقتصاديه يجي في بالي ايه بقى؟ قال لك الزراعه. ايه كمان؟ قال لك الصناعه. ايه كمان؟ التجاره. طب تعال نشوف كده الزراعه الاول. قامت حضارة بلاد العراق القديم على ايه؟ قال لك على الزراعة. اشمعنى قامت على الزراعة؟ يعني بما تفسر مثلا هنقول له لوفرة المياه الايه؟ العذبة والتربة الخصبة. ايه كمان؟ اهتم سكانها بالزراعة. طب ايه الدليل؟ هنقول له واحد قاموا بتنظيم شؤون الزراعة بس. قال لك لا، والري. عملوا ايه كمان؟ اقاموا السدود. ايه كمان؟ تطوير ادوات حرث الارض عشان يعرفوا يزرعوه. ايه كمان؟ بذر البذور. طيب هل الزراعة عندهم كانت متنوعة؟ طبعا. قال لك تنوعت المحاصيل الزراعية في بلاد العراق الايه؟ القديم. زي ايه؟ القمح، زي الشعير. كما عرفوا زراعة ايه يا جماعة؟ النخيل. طيب تعال نخش على الصناعة هنا بقى ونشوف المعادن اللي هم استخدموها في الصناعة. هنلاقي النحاس، الذهب، الفضة،
البرونز استخدموا المعادن دي في ايه؟ قال لك في صناعة الادوات الزراعية، هيبقى مثلا زي النحاس وايه كمان والبرونز. طيب استخدموا ايه كمان؟ صناعة الحلي، يبقى اكيد الذهب وايه كمان والفضة. طيب صناعة الاسلحة برضه هيبقى زي النحاس وايه كمان والبرونز. طيب برعوا في ايه كمان؟ قال لك في صناعة الخزف والادوات المنزلية. ايه الخزف ده؟ اللي احنا بنقول عليه الصيني يعني. طيب تجارة بقى، هنلاقي التجارة أقامت حضارة بلاد العراق القديم علاقات تجارية واسعة زي مصر، إيه كمان بلاد فارس اللي هي حاليا إيران، إيه كمان قال لك الهند وبلاد الشام. قال لك اعتمد العراقيون في التجارة على نظام المقايدة، يعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، أو في التبادل الإيه التجاري، يبقى كانوا بيستخدموا المقايدة في التبادل التجاري. طب بعد كده استخدموا ايه؟ قال لك استخدموا الذهب، بعد كده الفضة، خلاص كنقود معدنية. يبقى يا جماعة كان الأول بيستخدموا أسلوب المقايضة، ثم استخدموا بعد كده الذهب وإيه كمان والفضة كنقود إيه يا جماعة؟ كنقود معدنية. طيب بعد كده هنخش في الحياة الفكرية والعلمية. طيب الحياة الفكرية والعلمية عمل ايه العراقيين يا جماعة؟ قال لك ساعد اختراع السومريين للكتابة المسمارية، وكان اسمها كتابة مسمارية عشان بتشبه المسمار، على تدوين يعني كتابة الأحداث ونقلها عبر الأجيال. لا كمان مرة، احنا قلنا الحياة الفكرية وايه كمان والعلمية، اخترعوا كتابة اسمها الكتابة الايه المسمارية. مين اللي اخترعها؟ قال لك السومريين. عملوها ليه؟ قال لك عشان يكتبوا الأحداث وينقلوها عبر الأجيال. وترك العراقيون القدماء إرثا أدبيا متنوعا من الأساطير والقصص وإيه كمان والشعر. يبقى كده يا جماعة العراقيين تركوا حياة فكرية وعلمية غنية. غنية بإيه؟ أهو الكتابة المسمارية، إيه كمان الأدب المتنوع من الأساطير والقصص وإيه كمان والشعر. بالإضافة كمان إن العراقيين القدماء كانوا شطار جدا في علم الإيه الفلك. الدليل قال لك رصدوا حركة الكواكب وإيه كمان والنجوم. وقبل ما نكمل لازم نعرف الأول ما المقصود بالكتابة المسمارية. ودي صورة يا جماعة بتوضح أهو الكتابة الإيه يا جماعة المسمارية، وهي رموز تشبه رؤوس المسامير، وكانت تكتب باستخدام أداة خشبية مدببة تشبه إيه يا جماعة القلم على ألواح من الطين. كمان مرة، ما المقصود بالكتابة ايه يا جماعة المسمارية؟ هنقول رموز بتشبه رؤوس المسامير، وكانت تكتب باستخدام أداة خشبية مدببة تشبه ايه يا جماعة القلم على ألواح من الطين. طب نكمل يا جماعة علم الفلك. احنا قلنا يا جماعة عملوا ايه أول حاجة في علم الفلك؟ رصدوا حركة الكواكب وايه كمان والنجوم. ايه كمان؟ قال لك وضعوا تقويما شمسيا وقمريا. ايه كمان؟ كانوا بارعين ايضا في علم الحساب والهندسة وعلم ايه يا جماعة الطب. نعيد الجزء ده تاني يا جماعة. علم الايه الفلك، قلنا في علم الفلك رصدوا ايه؟ واحد حركة الكواكب وايه كمان والنجوم، وضعوا تقويما شمسيا وايه كمان قمريا. كانوا كمان شطار في علم الايه الحساب وعلم الهندسة وعلم الطب. وهنا بيفكرك اهو بتعريف المقايدة، هو مبادلة سلعة بسلعة أخرى. نخش على الجزء اللي عليه الدور يا جماعة، وهنا بيتكلم عن العمارة والفنون. نلاقي إن الفن بلغ إيه يا جماعة؟ قال لك درجة عالية من الرقي والتنوع. يبقى بلغ الفن في حضارة بلاد العراق القديم درجة عالية من إيه؟ قال لك التقدم وإيه كمان والتنوع. واداك أمثلة زي التماثيل وزي الأختام وزي المنحوتات الجدارية. المنحوتات إيه يا جماعة؟ أو الجدارية، وبناء القصور والبوابات والمعابد والأسوار. طيب تعالوا نشوف أول حاجة يا جماعة فن العمارة. اللي في الصورة ده يا جماعة اسمه الزاقورات. اللي في الصورة ده اسمه يا جماعة الزاقورات، يعني المعابد، أو حيث قاموا بتشييد الزاقورات. والزاقورة هي عبارة عن هرم مدرج. هرم مدرج يبقى واخدينها من مين؟ من المصريين القدماء الفراعنة. ويبنى عليه معبد من الطوب الطيني. ليه؟ قال لك لإقامة الشعائر الدينية بس. قال لك لا، وتتويج الملك. ايه كمان؟ تكون مكانا لتلقي العلم. يبقى تكون مكان لتلقي يا جماعة العلم، بيتعلموا فيه ويدرسوا فيه. كمان مرة، يبقى فن الايه يا جماعة العمارة. قلنا قاموا بتشييد الايه الزاقورات. والزاقورة عبارة عن ايه؟ هرم مدرج بيبنى عليه معبد.
من الطوب الطيني. ليه بيعملوا كده؟ قال لك لإقامة الشعائر الدينية. ايه كمان؟ تتويج الملك. تكون مكانا لتلقي الايه؟ العلم، يعني اكنها مدرسة كمان. طب فن النحت بقى، هنلاقي يا جماعة في الصورة دي اهو تمثال اسمه تمثال الثور المجنح. ده تمثال ايه يا جماعة؟ الثور الايه؟ المجنح. نحتوا كثيرا من التماثيل بدقة ومهارة عالية. يبقى هم كمان كانوا شطار في فن ايه يا جماعة؟ النحت. طيب تعال نشوف علاقة بلاد العراق بالحضارة المصرية القديمة. هنا بيتكلم عن أو التواصل الحضاري بين مين ومين؟ بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم. تعال نشوف ايه اللي حصل. قال لك أسهمت العلاقات التجارية بين الحضارتين في تعميق التبادل الثقافي بينهما. ومن مظاهر التواصل الحضاري ده أو أول حاجة، تأثر المصريون القدماء. المصريين تأثروا، يعني المصريين القدماء خدوا من حضارة بلاد العراق القديم ايه؟ قال لك استخدام الأختام. ايه كمان؟ نحت الحيوانات المجنحة. ايه كمان؟ عبادة المعبودات زي عشتار. يبقى المصريين القدماء مالهم؟ اتأثروا بحضارة بلاد العراق القديم. ايه الدليل؟ ان المصريين خدوا ايه؟ استخدام الأختام. ايه كمان؟ نحت الحيوانات المجنحة وعبادة المعبودة عشتار. طيب هل حضارة بلاد العراق القديم اتأثروا بالمصريين القدماء؟ طبعا. ازاي؟ قال لك تأثروا بفكرة تعدد المعبودات، يبقى كانوا بيعبدوا أكتر من إله. اعتقدوا في إيه كمان؟ في البعث والخلود زي المصريين القدماء بالظبط. نقلوا عن المصريين صناعة الخزف، يبقى هم عرفوا الخزف من المصريين، وزخارفه، وبناء الزقورات على شكل ايه يا جماعة؟ هرم مدرج. واحنا قلنا الزقورات ديت اللي هي المعابد. ودي صورة بتوضح إحدى الزاقورات في بلاد العراق يا جماعة القديم، وعلى طول جنبها الهرم الإيه؟ المدرج في مصر. ندخل بقى على الجزء اللي عليه الدور، وهنلاقي يا جماعة الحضارة اللي عليها الدور هي الحضارة الإيه بقى؟ قال لك الحضارة الفينيقية. حضارة فينيقيا أول حاجة نعرفها يا جماعة إنها قامت على أرض بلاد الشام. يبقى الحضارة الإيه يا جماعة؟ الفينيقية قامت فين؟ قال لك على أرض بلاد الشام زي سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. طب الفينيقيين دولت مين؟ قال لك أول من استقروا، أول ناس استقرت على الشريط الساحلي شرق البحر المتوسط. طب نركز كده على الخريطة. أدا البحر المتوسط، أدا شرق البحر المتوسط. هنا قامت الحضارة إيه يا جماعة؟ الفينيقية، زي مدينة صور ومدينة بيروت ومدينة جبيل ومدينة أغاريد. ندخل بقى على ملامح الحضارة الفينيقية. ملامح الحضارة الفينيقية يا جماعة زي: 1. الحياة السياسية، 2. الحياة الدينية، 3. الحياة الاجتماعية، 4. الحياة الاقتصادية، 5. الحياة الفكرية والعلمية، 6. طبعا العمارة والفنون. هنبدأ الأول بالحياة السياسية. طيب الحياة السياسية في الفينيقيا كانت عبارة عن إيه؟ قال لك عبارة عن عدة مدن. كانت فينيقيا مكونة من عدة مدن. طب نظام الحكم فيها إيه؟ قال لك نظام حكم وراثي. يبقى كان لكل مدينة لها حاكم خاص بها يحكمها بالإيه؟ بالوراثة. يبقى نظام حكم وراثي. كانت كل مدينة تمثل إيه؟ قال لك مملكة مستقلة. يعني إيه كل مدينة مملكة مستقلة؟ يعني كل مدينة لها حاكم، لها معبود، لها جيش يدافع عنها، لها نظام حكم. واحنا قلنا نظام الحكم ايه؟ قال لك وراثي. طيب اشهر المدن ديت زي مدينة جبيل، مدينة بيروت، مدينة أغاريد. كمان مرة نعيد تاني يا جماعة الحياة السياسية. هنقول يا جماعة في الحياة السياسية كانت فينيقيا مالها؟ قال لك مكونة من عدة مدن. مكونة من ايه؟ عدة مدن. كل مدينة تمثل مملكة مستقلة. جميل. كل مملكة مدينة مستقل، كان لكل مدينة حاكم خاص بها يحكمها بالإيه؟ قلنا بالوراث. طيب أشهر المدن قلنا مدينة جبيل، مدينة إيه كمان يا جماعة؟ بيروت، ومدينة أغريد. طب نبص على الحياة الدينية. هنلاقي يا جماعة إن الحياة الدينية آمن الفينيقيون بفكرة تعدد الآلهة. تعدد الايه؟ الآلهة اللي هي تعدد المعبودات، يعني كانوا بيعبدوا أكتر من إله. طب الآلهة دي جابوها منين؟ قال لك من قوى الطبيعة. يبقى كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة زي الشمس مثلا. جسد الفينيقيون معبوداتهم في صورة بشرية، يعني كانوا بيرسموا الآلهة بتاعتهم في صورة بشر. وشيدوا لها ايه كمان؟ المعابد. طب ليه بنوا معابد؟ عشان يعبدوا الآلهة. طب من أشهر معبوداتهم هو بعل. يبقى الحياة الدينية يا جماعة الفينيقيين امنوا بايه؟ قال لك بفكرة تعدد الآلهة.
كانوا بيعبدوا ايه؟ قال لك قوى الطبيعة. طيب كانوا بيصوروا المعبودات بتاعتهم على شكل ايه؟ صور بشرية، يعني صورة انسان، وشيدوا لها المعابد ليه؟ عشان يعبدوها. اشهر الالهة هو الاله بعل. طب الحياة الاجتماعية، قال لك كان المجتمع الفينيقي مقسما لطبقات مثل المجتمعين المصري القديم والعراق. يبقى الفينيقيين كان مجتمع طبقي زي المجتمع المصري القديم وزي مجتمع العراق القديم. وندخل على الجزء اللي عليه الدور ونشوف الحياة ايه يا جماعة بقى. هنا بيتكلم عن الحياة الاقتصادية. وأول ما اسمع كلمة حياة اقتصادية يعني زراعة، يعني صناعة، يعني تجارة. طيب نركز كده الأول في الزراعة. قال لك استقر الفينيقيون في المناطق إيه؟ قال لك السهلية. ليه سهلية؟ عشان أرض خصبة فيها مية. زرعوا إيه؟ قال لك العنب بس. قال لك لا، والتين، وإيه كمان؟ قال لك والزيتون. قام الفينيقيون بتحويل سفوح جبال لبنان، يعني جوانب الجبال اللي موجودة في لبنان، إلى مصاطب زراعية. يبقى جوانب الجبال حولوها لإيه؟ قال لك لمصطبة زراعية. ليه؟ عشان يزرعوا فيها. إيه قلنا يزرعوا الإيه؟ قال لك العنب. إيه كمان؟ التين. إيه كمان؟ الزيتون. طب تعال نشوف الصناعة. قال لك تفوق الفينيقيون في كثير من الصناعات. إيه الدليل ده؟ إيه الدليل إن هم كانوا شطار في الصناعة يعني؟ قال لك اشتهروا بصناعة الأصباغ من الكائنات البحرية، الصبغة يعني، وكانوا بيجيبوها منين؟ من الكائنات البحرية. إيه كمان؟ عرفوا الملابس من الحرير بس. قال لك لا، والقطن والكتان. طيب برعوا إيه كمان في صناعة إيه؟ قال لك الزجاج الملون. السفن من اخشاب ايه؟ الارز. والمصريين القدماء كانوا بياخدوا خشب الارز ده من الفينيقيين. طب التجاره، قال لك التجاره سيطر الفينيقيون على التجاره البحريه. يبقى كانوا مسيطرين على ايه؟ التجاره البحريه. فين؟ قال لك في البحر المتوسط. واشتهر الفينيقيون بيه كمان، قال لك بالملاحه، يعني ركوب البحر. الملاحه يعني ايه؟ ركوب البحر. واسسوا مراكز تجاريه لهم في مدينه قرطاج. قرطاج دي في تونس. واستخدم الفينيقيون المقايدة. يعني المقايدة يعني تبادل سلعة بسلعة أخرى، أو في التبادل التجاري. ثم صنعوا النقود من الذهب. سكت يعني صنعوا النقود من إيه يا جماعة؟ قلنا من الذهب. نركز بقى في الحياة الفكرية. الحياة الفكرية يا جماعة والعلمية، قال لك ابتكر الفينيقيون حروفا أبجدية مكونة من 22 حرف. الفينيقيين يا جماعة هم أول ناس عملوا حروف أبجدية. تكونت من كام حرف؟ قلنا 22 حرف. وتعد من أقدم الأبجديات في التاريخ. يبقى أقدم أبجدية في التاريخ من اللي عملها؟ الفينيقيين. وقد انتقلت إلى الإغريق اللي هم مين؟ اليونانيين في بلاد اليونان. ثم انتشرت في أوروبا لتصبح أساس الأبجدية الحديثة. لا كمان مرة، احنا قلنا دلوقتي الحياة الفكرية والعلمية في فينيقيا. الفينيقيين عملوا ايه؟ أول أبجدية، أول حروف أبجدية مكونة من كام؟ قال لك 22 حرف. تعتبر أقدم الأبجديات في التاريخ. راحت لمين بعد كده؟ قال لك إلى الإغريق اللي هم اليونانيين. طب مين اللي خدها بعد الإغريق أو اليونانيين؟ انتشرت في أوروبا لتصبح أساس الأبجدية الحديثة. فين يا جماعة؟ في قارة أوروبا. طب الفينيقيين كانوا بيهتموا بالعديد من إيه كمان؟ من العلوم. زي إيه؟ قال لك علم الفلك. إيه كمان؟ علم الحساب. ايه كمان؟ علم الجغرافيا. طب علم الفلك وعلم الحساب ساعدوهم في إيه؟ قال لك في الملاحة البحرية والتجارية، لان احنا قلنا الفينيقيين كانوا بيشتهروا بالتجارة الايه؟ البحرية. طب علم الجغرافيا، قال لك طوروه وساهموا كمان. طب طوروا في علم الجغرافيا وساهموا فيه ازاي؟ قال لك من خلال رحلاتهم الايه؟ البحرية. هم اشتهروا بركوب البحر والتجارة الايه؟ البحرية، والتي ادت الى اكتشاف مناطق جديدة. نركز في الحتة دي كمان مرة. يبقى الفينيقيين يا جماعة كانوا شطار في علم الجغرافيا. ازاي؟ قال لك ساهموا في تطوير علم الجغرافيا. ازاي يعني؟ قال لك من خلال رحلاتهم البحرية التي ساعدت على اكتشاف مناطق جديدة. طب تعال نشوف بقى العمارة وايه كمان؟ والفنون. طيب نركز كده يا جماعة في العمارة وايه كمان؟ والفنون. قال لك برع الفينيقيون في فن العمارة. طب عملوا ايه يعني؟ قال لك واحد، بنوا المعابد. ايه كمان؟ القصور والقلاع والحصون. كما بنوا الاسوار حول المدن. ليه كانوا بيبنوا اسوار حوالين المدن؟ قال لك لحمايتها من الاعداء. يبقى لما يجي يقول لي بما تفسر قام الفينيقيون ببناء اسوار حول المدن، هنقول لحمايتها من
الأعداء. طب فن النحت، اشتهروا بنحت التماثيل الصغيرة، كانوا بينحتوها من ايه يعني؟ قال لك العاج، بس قال لك لا والحجر، ايه كمان؟ قال لك والخشب. ندخل بقى يا جماعة الجزء اللي عليه الدور، وهنا بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي التواصل بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة الفينيقية. طيب ايه العلاقة بين مصر وفينيقيا؟ وهل كان في تواصل حضاري فعلا؟ اول سؤال هقول لك ايه الدليل على ايه تأثر الفينيقيون بمظاهر الحضارة المصرية القديمة. يعني ايه الدليل ان الفينيقيين خدوا وتأثروا بالحضارة المصرية القديمة؟ هنقول الفينيقيين خدوا من المصريين ايه بقى؟ بعض المعتقدات الدينية، زي برضو البعث والايه والخلود. ايه كمان؟ نقلوا عن المصريين القدماء صناعة الخزف والفخار. كمان مرة، إيه الدليل ان الفينيقيين تأثروا بالحضارة المصرية القديمة؟ اول حاجة تأثروا بالمعتقدات الدينية، زي البعث والايه والخلود. ايه كمان؟ خدوا من بعض الصناعات المصرية زي صناعة الخزف وصناعة الفخار. طيب السؤال التاني بيقول لك استورد المصريين القدماء، يعني المصريين القدماء خدوا من فينيقيا، خدوا ايه من فينيقيا يعني؟ قال لك اخشاب الارز. ليه؟ قال لك لصناعة السفن، وكمان وتوابيت الملوك. يبقى المصريين القدماء يا جماعة خدوا من فينيقيا اخشاب الايه؟ قال لك الارز. ليه؟ عشان يستخدموها في صناعة السفن وتوابيت الايه؟ الملوك. استعان الملك المصري نخاوي الثاني بالبحارة الفينيقيين، لانهم كانوا اشهر حضارة في التجارة اللي هي يا جماعة البحرية وركوب الايه؟ البحر. ليه بقى كان مستعين بيهم؟ ليه هو جاب بحارة فينيقيين؟ قال لك للدوران حول افريقيا. ايه كمان؟ قال لك يا جماعه حكم المصريين القدماء بلاد الشام. يبقى المصريين حكموا بلاد الشام، معناها ايه؟ يعني بلاد الشام كانت جزء من بعض الفترات في حكم مين؟ في حكم مصر. يبقى بلاد الشام كانت جزء من الحكم المصري في فترات معينه. اهو يبقى حكم المصريين ايه يا جماعه القدماء بلاد الايه؟ الشام في فترات متقطعه، خاصه في انه عصر؟ قال لك عصر الدوله الحديثه. وكان المصريين يديرون الحكم في بلاد الشام من خلال ايه؟ تعيين حكام محليين اوفياء لمين؟ لمصر. يعني كانوا بيحطوا حاكم من بلاد الايه؟ الشام، ويحكمون بايه؟ باسم مصر. وقد اهتم المصريون بانشاء المعابد والمراكز والحاميات العسكريه هناك. يبقى قاموا بتعيين حكام محليين اوفياء لمصر، ويحكمون بايه؟ باسمها، يعني باسم مصر. وقد اهتم المصريون بانشاء قلنا المعابد والمراكز والحاميات الايه؟ العسكريه. ندخل على الجزء اللي عليه الدور، وهنا بيتكلم عن نهاية حضارات بلاد العراق القديم وفينيقيا. يعني ايه يا جماعة نهاية حضارات بلاد العراق القديم وفينيقيا؟ يعني انتهت، يعني تعرضت للاحتلال. يعني في كذا حكم جه واحتلهم، سواء بلاد العراق او بلاد فينيقيا. زي مين؟ هنقول اهو البداية كانت مين؟ الفرس، ثم الاسكندر الاكبر المقدوني يوناني يعني، السليوقيون، وايه كمان يا جماعة؟ قال لك والفرس والايه؟ والروم. طب الفرس بقى قال لك قاموا بغزو بلاد العراق القديم وبلاد الشام في حوالي القرن الكام؟ قال لك السادس قبل الميلاد، وظلت تحت حكمهم لفترات ايه يا جماعة؟ طويلة. كمان مرة، احنا قلنا دلوقتي اول واحدة مين؟ قلنا رقم واحد الفرس، حكمت بلاد العراق وبلاد الشام في القرن الكام؟ قلنا السادس قبل الميلاد، وظلت تحت حكمهم لفترات ايه يا جماعة؟ طويلة. طب مين اللي جه بعد الفرس؟ قال لك الاسكندر الاكبر او الاسكندر المقدوني، جاء من بلاد الاغريق. ايه بلاد الاغريق ديت؟ اللي هي اليونان. ونجح في هزيمة الفرس، وضم هذه المناطق الى امبراطوريته الواسعة. يبقى الاسكندر الاكبر ده اهو انتصر على مين؟ انتصر على الفرس، وسيطر على مين؟ على بلاد العراق وبلاد الشام. طيب جه بعد كده مين؟ قال لك السليوقيين. طيب السليوقيون عملوا ايه؟ قال لك انقسمت الامبراطوريه الاسكندر الايه؟ الاكبر ده بعد ما مات الاسكندر الاكبر ساب امبراطوريه كبيره، اتقسمت على مين؟ على قواده، وعملوا دوله اسمها الدوله السليوقيه. طيب انقسمت الامبراطوريه الاسكندر بعد وفاته عام 323 قبل الميلاد بين مين؟ قلنا قواده. طب بلاد العراق القديم وبلاد الشام كانت من نصيب مين؟ قال لك القائد سلوقس الذي أسس الدولة السليوقية فين؟ قال لك في العراق وبلاد الشام. واستمرت هذه الدولة حوالي قرن ونصف، يعني 150 سنة، لأن القرن بيساوي كام؟ بيساوي 100
سنة. القرن بيساوي كام يا جماعة؟ 100 سنة. طيب آخر حاجة بقى عندنا الفرس والروم، واستولوا طبعا اهو. استولى الفرس مرة أخرى على العراق، يبقى الفرس جه احتل العراق تاني، واستولوا أيضا على والروم استولوا على بلاد الشام، وظلوا تحت الاحتلال حتى فتحها العرب المسلمون. يبقى ركزوا كده يا جماعة، يبقى بلاد الشام وبلاد العراق بدأت باحتلال مين؟ الفرس، وانتهت باحتلال الفرس والروم. العراق كانت من نصيب الفرس، والشام كانت من نصيب الروم، حتى جاء الفتح العربي الإسلامي لهذه المناطق. حاجة بقى هنتكلم عنها يا جماعة هي الفرس والروم. الفرس يا جماعة قال لك استولى الفرس على العراق. طيب الروم استولوا على مين؟ على الشام، وظلوا تحت الاحتلال حتى فتحها مين؟ قال لك العرب المسلمون، حتى جاء الفتح العربي الإسلامي. كمان مرة احنا قلنا الفرس احتلت مين؟ قلنا بلاد العراق. طيب الروم احتلت قلنا بلاد الشام، وظلت تحت الاحتلال حتى جاء الفتح العربي الإسلامي. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.